طبعا كلنا متفقين ان الرز بلبن بيكون لونه ابيض. انا عملته لون مختلف شويه بطعم يجنن يا جماعه. رز بلبن بالكراميل، حاجه كده اختراعي، حاجه كده تجنن. بتدوب دوبان، هتغير مفهومكم تماما عن الرز باللبن اللي انتوا عارفينه. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي. هحتاج مكعب من الزبده بالشكل ده، وكمان عود من القرفه، والقرفه مهمه جدا في الوصفه دي. واحتاج كمان كوبايه الا ربع من السكر المصري المغسول والمتصفي كويس، وابتدي اشوحه في الزبده بالشكل ده. ببتدي انزل بالميه علشان تغطيه تماما. عايزاه يستوي بس بزياده شويه، يعني ما يكونش مفلفل، يكون في سنه كده اللي هو كانه معجن يعني. ما تستغربوش. كوبايه بقى من السكر وابتدي ان انا اكرملها. ما تقلبوش فيها غير لما تحسوا ان الحواف بتاعتها ابتدت تبقى لونها دهبي فاتح. في المرحله دي هنبدا ان احنا نقلبها. ده بيكون شكله بالظبط. اول ما يكرمل معانا تماما، مكعب برضو من الزبده هننزل بيه عليه. في المرحله دي بنحضر لتر من الحليب يكون بارد طبعا، وهضيف عليه ربع كوباية من النشا، وهقلبه كويس جدا على البارد. اتأكد ان هو داب تماما والنشا خلاص ما فيهاش اي تكتلات. هنزل بيها على خليط الكراميل بتاعي. هتحس انها مكلبشة في نفسها في الاول، بس ما تقلقوش، لما يتحط على النار هيسيح كل ده تماما. تمام كده. الرز بقى بعد ما استوى او بعد ما اتعجن بمعنى اصح ده بيكون شكله. ببتدي اشيل بقى عود القرفة، وخليط الحليب معانا خلاص سخن تماما والكراميل داب فيه زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي انزل بيه بالشكل ده على النار بقى، يعني دقيقتين تلاتة، ياخد غلوتين كده علشان الرز يتكرمل كده مع الكراميل والحليب. كيس من الفانيليا وده اختياري طبعا. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحطه بقى في الاطباق بتاعتنا او الكاسات. تجنن يا جماعة، خطيرة. عملت معاكم المهلبية قبل كده بالكراميل، وده بصراحة استوحيتها من الفكرة، يعني خطيرة. ما اعتقدش ان حد عملها قبل كده لان ده اختراعي انا اصلا. ده بيكون شكلها خطيرة بجد، تحفة. انا مروة. لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني، ما تنسيش تشتركي في الصفحة والقناة، وقوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني. ولو جربتي الوصفة الحلوة دي قوليلي هتطلع معاكي ازاي. شايفين الطعام يا جماعة؟ بسيبه بقى يبرد تماما. حابة بقى تحطي مكسرات عليه من فوق، اوكي مفيش مشكلة. عندك صوص كراميل، حطي كمان شوية من صوص الكراميل اللي عليه. بصوا هو مش هيقولك لا خالص اصلا يعني، ولوحده سادة كده يجنن حكاية بجد. من احلى والطف الحاجات اللي ممكن تجربوها، وبتتعمل بصوا في ثواني. التكنيك بتاعها سهل وبسيط جدا. امشوا بس على الخطوات اللي انا قلتها لكم، وان شاء الله يطلع معاكي بيرفكت يجنن بجد. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، جربوها وباذن الله منتظره رايكم في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.